يعتبر العلاج المنزلي أو خدمات التأهيل في المنزل خيار جيد للمرضى اللي كبار في السن أو اللي عندهم سمنة مفرطة وتنقلهم يكون مرة صعب، ما بعد العمليات ما بعد الجلطات. ولكن في تحديات في العلاج المنزلي، تحتاج إلى فريق يعرف يتعامل مع بيئة المنزل بحيث إنه يعطي جلسات علاج كاملة وناجحة وفعالة تساعد المريض. احنا في مركز اللياقة نقدم هذه الخدمة بفعالية على يد ناس مدربين عدل ومجهزين إلى هذا النوع من الخدمة إلى فئة الأطفال والكبار والنساء والرجال. حياكم الله، لا تترددوا واحنا في خدمتكم. عندنا اليوم أبو أحمد علاج منزلي، يعاني من جلطة أثرت على جزءه الأيسر. قبل عنده صعوبة في المشي، عنده قلة في التوازن، ضعف في العضلات وهالصعوبات هذه. الآن وش بعد 6 جلسات وش تحس نفسك؟ الحمد لله في تحسن ملحوظ، يعني امشي الحين من غير عكاز، ممتاز من غير ممتاز واكر. ممتاز. وكيف التوازن عندك؟ التوازن بعد زين ما شاء الله ما شاء الله. وكيف قوة العضلات تحسها تحسنت؟ عضلات تحسن، بس انا معي عدم شهوه، قلت له اكيد هاي ان شاء الله ان شاء الله تتحسن بعد هذا ان شاء الله. ويتحسن المريض المنزلي يكمل علاجه في العياده. مثل هذا المريض كان مقعد في السرير والان معتمد على نفسه في الحياه.